هل تتوقع ان بجد الشركات بيهمها مصلحتك؟ كتير من الشركات خلقت مشكله ووجدت حل للمشكله وبعت لك الحل. في الفيديو دوت هنشوف ان اكبر شركات في العالم صنعت مشاكل عشان تبيع لينا حلول. السلام عليكم، ازيك، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. يا جماعه بجد انا معايا شركات، يعني هتقولي ازاي اصلا انا متوقعتش ان الشركه دي بجد صنعت مشكله، فاهم؟ لو كلمتك بجد دلوقتي وقلت لك هو فعلا البشره الداكنه او البشره السوداء هي بجد عيب؟ يعني هل دي حاجه مش حلوه او حاجه نحاول نغيرها؟ شركه فير اند لافلي ركزت على ان فكره البشره الداكنه بتعيق النجاح والتفوق، وان انت يعني لازم عشان تبقى جامد لازم ما تبقاش بشرتك داكنه وكده، فاهم؟ وحتى الزواج وحتى يعني الامور الاجتماعيه، لا انت عايز تفتح بشرتك عشان يعني تعرف تتعامل بصوره احسن، فاهم؟ ده حتى يا جدعان في الاعلانات كانوا مثلا يجيب لك بنت بشرتها غامقه، تمام، ويقول لك ده ملهاش مستقبل، والتانية يقول لك بقى عشان يبقى ليكي مستقبل لازم تاخدي الكريم دوت هيفتح بشرتك ومستقبلك هيتفتح معاكي، يعني فاهم؟ طبعا بسبب ان اترفع عليهم قضايا وبسبب ان الاسم كان حتى زي الزفت فغيروا الاسم لجلو اند لافلي، وده كان في سنه 2020. لكن معظم الناس قالت يعني ده مجرد تغيير اسم، يعني فاهم؟ يعني ما هو نفس الكلام، نفس الاعلانات، نفس كل حاجه. فهم خلقوا مشكله واللي هي مش موجوده اصلا، ان البشره ده كده بجد يعني انت مش تمام، وانت لازم تغير من نفسك ولازم تفتح بشرتك لو سمحت، فاهم؟ عشان يبقى ليك مستقبل جامد ويعني تقدر تتجوز ويعني حياتك الاجتماعيه تكون اسعد وممكن تكون مضحكه. يعني بص، يعني انت لو بشرتك ده كده انت ابن. لو جيت قلت لك قصه، يعني سؤال يعني هو غريب شويه، بس اكيد الرضاعه الطبيعيه يعني اكيد هي الاحسن، يعني فاهم؟ يعني اي شيء طبيعي اكيد هو الاحسن، فاهم؟ الشركه اللي معانا النهارده بينت للناس ان الرضاعه الطبيعيه من اسوأ الحاجات، ان كله لازم يغير من الرضاعه الطبيعيه ويعمل رضاعه صناعيه، ان الرضاعه الطبيعيه بتجيب بقى نسب عاليه من الوفاه والكلام ده كله. الشركه اللي معانا النهارده كانت اولها هو بجد حل محترم، حل جميل، حل يعني احنا محتاجينه، وهو ان كان في بعض الاطفال، بعض جزء صغير جدا كان ما بيقبلش رضاعه الامهات وبالتالي بيموت عشان مش لاقيين له يعني من الاخر رضاعه الامهات مش حلوه، ولبن الجاموس برضه مش تمام لان بيبقى تقيل. فالشركه دي بجد قدمت حل في الاول، وهو ان يعملوا لبن يكون يعني يقبلوا الطفل عشان يقدر يعيش ويكمل حياته، فاهم؟ بعد كده الشركه اتحولت لان هي بقى فيها مستثمرين، بقى فيها ناس عايزه فلوس اكتر ما هي عايزه تخدم او تعمل يعني واجب بقى، وفاهم، وتضحيه والكلام ده كله. نسلي بيقولوا ان هي صنفت منتجها ان هو يعني النظير والاكمل والاشمل لحليب الام، فاهم؟ هو يعني قالوا ان ده الاحسن، يعني مؤكد، ما استعبطش على دماغ، فاهم؟ صورت ان الرضاعه الطبيعيه ده شيء تقليدي، ويعني بجد لسه واحد في 2025 بيرضع يعني ده لا واحد ايه يعني بجد في واحده لغايه 2025 بتوضع، يعني اكيد ده مش طبيعي. المشكله كمان ان هي كانت بتعرض خدماتها والحاجات ديت في دول اصلا ميته، يعني دول اصلا بايظه لدرجه ان يعني انت كمان جاي تبوظها الاساس، يعني فاهم؟ هو يعني الرضاعه اللي هي ارخص حاجه واسهل حاجه جاي تقول لها ان الرضاعه ده مش صحيحه ولازم تاخد لبن صناعي وبتاع وكده. والدول دي كمان المشكله الاكبر ان هي كانت ما بيبقاش فيها ميه نظيفه، فميه مش نظيفه مع لبن صناعي اصلا مش الحاجه 100%، بيقول لك تسبب ان هو موت 212,000 طفل سنويا في فتره الثمانينات. مش بس كده، الشركه كانت كمان بتوزع عينات مجانيه للناس تقول استخدمها وشوف، ولو طلعت تمام خد الباقي، يعني ابدا اشتري بقى. وهو اصلا يعني لان اللبن الصناعي دوت بيبقى فيه نسبه من السكر، فالطفل احتماليه كبيره جدا ان هو ما يطقش اصلا يشرب لبن تاني طبيعي، وان هو هيحتاج لبن صناعي. فانت زي ما تقول كده بتديني اللي هو حاجه ببلاش تقول لي جربها، فطالما ببلاش ابو بلاش كتر منه، وهات ونجرب، تجرب يشتغل يبقى تمام، وفي ايه ده تبدا ترجع للرضاعه الطبيعيه مستحيل يحصل، وبالتالي تبدا تشتري. طبعا كمان اترفع عليهم قضايا كبيره جدا بسبب ان هم بيقولوا ان هم كانوا بيدوا لاطباء كتيره جدا عشان بس ينصحوا العيانين عندهم ان هم يقول لهم لا خد لبن صناعي، اللبن الصناعي احسن، لبن صناعي اجمد، فاهم؟ والكلام ده كله. بس بجد عايزين نتكلم بجد. قبل اختراع الشفره وان انت تحلق دقنك والكلام ده كله، يعني كان من الطبيعي ان الدقن بتتساب عادي، يعني لو راجل يعني كان عادي كانت بتتساب تمام. شركه جيليت اخترعت اول شفره قابله للاستبدال في عام 1901، بس التسويق كان هو الحاجه الاذكى بقى بصراحه. خلوا الحلاقه حاجه زي مثلا غسيل السنان، اللي هو انت محتاج كل يوم تحلق، انت محتاج كل يوم تحلق دقنك، يعني ده النظافه الشخصيه، ده الاهتمام الشخصي، فاهم؟ ومش بس كده، ده هم طلعوا حملات
مقالات جامده جدا في وقتها، اللي هو انت لو ما بتحلقش كل يوم يا اسطى انت بجد انت واحد مش بتهتم يا اسطى بمظهرك، انت بجد انت فاسد للاخلاق ومش بس كده، خد التقيله ده هم بقوا يطلعوا ان انت لما تحلق دقنك انت بجد كده رجولتك تزيد يا اسطى. ايه ده في شعر في دقنك؟ شيل دقنك حالا عشان تبقى ارجل يا ابني. فهم والله بجد خلقوا حاجه من اللا شيء. يعني هو ما كانش طبيعي ان الواحد بيحلق عادي، يعني عادي يبقى فيه شويه شعر عادي، لا هو احلق رجولتك تزيد. مش بس كده، ده لما بيعمل فيرجن من الشفرات اللي هو يقول لك ده فيها شفرتين، ده فيها 3، ده فيها 5، ده معناه ان هي حاجه لازم تجيبها كده كده، ولو انت جامد لازم تطلع بعدد الشفرات بقى، فاهم؟ بص انا بجد مش هتكلم النهارده في دين ولا الكلام ده كله، بس في نقطه بس مهمه محتاج ان انا اقولها، وهو ان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي كان ذكر فيه كذا حاجه، كان في اول الحديث قايل 10 من الفطره. يعني ايه؟ يعني كان الطبيعي والعادي ان الواحد بيسيب دقن. يعني ايه برضه؟ يعني والله العظيم لو انت حتى مش مسلم كانت بتتساب، هو الراجل كان يسيب لحيته، يعني كان ده الطبيعي، يعني ما كانش مثلا ان انت تسيبها ده مش الطبيعي، لا هو كان الطبيعي ان انت تسيبها، فاهم؟ هل تفتكر ان بجد الجواز زمان كان بجد محتاج خاتم الماس والكلام ده كله؟ شركات كتيره جدا من كبارهم دي بيرس خلقت ثقافه جديده ان لو انت بجد بتخطب او يعني بتتقدم لواحده فلازم يجيب لك خاتم الماس، يعني ده الطبيعي، ده البيزك. ده مش بس كده، ده في اسطوره اتصنعت في 1947 ان هو يخطبك بالماس، ده الحب الابدي، ده الحب اللا نهائي، فاهم؟ والكلام ده. ومش بس كده، ده زرعوا الثقافه دي كمان في افلام كتيره بقى، فاهم؟ وكده، واللي هو ايه ده لو ما تقدملكيش بالماس انت بتهزر ولا ايه؟ ومش بس كده، ده ربطوا الالماس بالرومانسيه والفهم من الاخر ايه ده هيجيب لك ذهب؟ ده بجد يعني ده بجد. الشركه دي بقى بجد يعني من ارخم الشركات اللي انا ما بطيقهاش في حياتي، يعني بجد. يعني الشركه دي اتهمت رسميا بان هي بتبطئ اجهزتها مع التحديثات، وهي شركه ابل. وفي تحديثات الاي او اس وكده هي بتبطئ التليفونات القديمه عشان تحس ان الجهاز خلاص مات، وان انت محتاج فعلا تحدث الجهاز ده، وان انت يا فقير انزل حالا بيع الجهاز بتاعك او بدله، عشان بجد ما ينفعش تمشي بنسخه، يعني ما ينفعش يكون ال 25 نزل وانت لسه بال 24 يا فقير. ايه ده جهازك بقى بطيء؟ طب ما تنزل يا ابني اشتري الجهاز الجديد. ويعني كفايه كلام عن الشركه دي عشان بصراحه انا يعني ما بطيقهاش بقى. يلا بقى اهي، يلا فجرها. معانا اخر الشركه بقى، وهي الشركه بقى ايه؟ عارف لما يقول لك ايه الحلو في الاخر او ده الوحش في الاخر بقى؟ عارف لسه زمان بجد والله، يعني لو تفتكر يا اسطى كده وانت عندك مثلا من 12 ل 15 سنه ولا حاجه، فاكر لما تعطش قوي تبقى حاسس ان انت عايز تروح تجيب كوكاكولا؟ يعني بجد والله العظيم انا كنت كده، يعني فاكر لما كنت ببقى عطشان قوي كان ساعات بيجي في بالي ان ايه ده وانا اروح اشرب ميه، طب ما اروح اشرب كوكاكولا، اروح اشتريها، فاهم؟ في مقاله عمل بيقول ان الكوكاكولا كانت بتسوق لنفسها ولسه بتسوق لنفسها على انها مش كمشروب، لا هي اساس حياه. يعني عطشان فتشرب ميه عادي؟ هو انت بجد لسه بتشرب ميه عادي؟ يعني اشرب كوكاكولا يا ابني، ما هو احنا بنعلى بالليفل بقى. مش بس كده اصلا، ده في الاعلانات حتى بيجيب لك ان واحد عطشان، واحد هيموت ويشرب بجد مش قادر، ايه ده تديله ازازه ميه؟ انت غبي، لا اديله كوكاكولا حالا. And last request, A drink? Please. مش بس كده، ده طبعا انتوا فاهمين طبعا النفسيه، وان هو يربط لك علامه كوكاكولا بالازازه المشبره، بان لا انت لو عايز تشرب يبقى لازم تجيبها. والله العظيم يا جدعان بجد انا كنت تقريبا من حوالي 7 أو 8 سنين او 10 سنين حاجه زي كده، بجد انا كنت لا يعني انا عطشان طب ما نجيب كوكاكولا، فاهم؟ ما كنتش مدمن عليها، ولكن لا كان ان الاحساس بيجي لي بسبب الاعلانات اللي كانوا بيعملوها كتير، فاهم؟ خدي التقيله ده من كتر ما الحوار دوت يعني من كتر ما الحوار كبر عملوا له مرض، يعني بقى اسمه مرض كونستراكتد ثيرست، العطش المخلوق. ويعني بجد يعني بقى مرض، فاهم؟ فهي قدمت نفسها ان هي الحل الافضل للميه. يعني ايه ده هتشرب ميه عادي؟ لا لو سمحت هات كوكاكولا. مش بس كده، ده كان في الاعلانات كمان بتسوق ان مظهر للاناقه والشياكه ان انت تشرب كوكاكولا، وان يعني لو انت ما بتشربهاش يبقى انت مثلا يعني فقير بقى وكحيان وكده، فاهم؟ وبالتالي بقى خلك بقى جاب لك مشاهير كتيره بقى اللي هو هم بيشربوا اهوت كوكاكولا يبقى انت لازم تشرب كوكاكولا، فاهم؟ وطبعا عايزين نقول حاجه في الاخر،
الاخر ان يا اسطى قاطع يا اسطى، يعني ده اقل حاجه فاهم. كده كده والله العظيم زي ما شرحت لك دلوقتي هم خلقوا مشكله من اللا شيء، يعني مش فاهم انا يعني ايه العطش ما يروحش الا بكوكاكولا يا اسطى، ما تشرب ميه يا اسطى، مش فاهم انا. في الفيديو دوت ينفع اقول لك 6 حاجات بس طلعنا منهم من الفيديو ده. اول حاجه ان البشره السوداء بجد يعني هي حاجه زي البشره البيضاء والله العظيم، يعني ما يبقاش اسمها حاجه اصلا فاهم، يعني هي بشره لون بشره بيضاء وسوداء فاهم، وان الطبيعي يكسب كده كده فاهم، يعني الوضع الطبيعيه واي حاجه طبيعيه ربك خلقها اكيد هي الاحسن، يعني اكيد هي الطريقه الامثل فاهم، الا بعض الحالات الشاذه، انما الطبيعي هو اكيد الصح. والناس حلقت الدقن واللي هي العادات عامه لازم تركز فيها بجد، يعني هل بجد العاده صنعت ولا ده كان الطبيعي فاهم. ولو دورت فيها لا مش هتلاقي ان الطبيعي ان كانوا بيحلقوا دقنهم، وان بجد الحب والرومانسيه ما بيبقاش بخاتم الماس وكده يا رومانسيه والحب وده الجواز المثالي. وبجد انت مش محتاج تجيب تليفون كل سنه اصلا، يعني حلو التليفون زي ده، مش محتاج عامه تحدث من اي شيء انت مش بتحتاجه اللي هو ضروري فاهم. يعني تليفون انت محتاجه عشان حاجات بيزك، يبقى جيب تليفون عادي واشتغل عادي فاهم. واخر حاجه ان انت بجد يا اسطى لازم تدور في كل شركه وهل هي بجد بتقدم لك خدمه حقيقيه ولا هي صنعت مشكله وحلتها لك. وقاطع يا اسطى قاطع. كده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل له لايك، تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.